في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم اللي احنا عايشين فيه وسعر الدولار اللي عمال يزيد والجنيه بتاعنا الغلبان اللي لا احنا عارفين ولا حتى هو عارف رايح على فين. أصبح التفكير دلوقتي ازاي يكون ليك دخل إضافي أو تقدر تحقق مكسب بعملة أجنبية، ويا ريت طبعا لو كانت الدولار. انت ممكن تحقق ده ببساطة عن طريق السفر بره، بس ده مش متاح قدام كتير مننا. لكن المتاح وشائع وموجود في كل بيت هو الإنترنت. الهدف بتاعنا من الفيديو ده إننا نساعدك تبدأ تاخد أول خطوة على الطريق، ونقول لك إن الموضوع ممكن مش مجرد حلم. فتعالوا نشوف بعض الطرق اللي ممكن نبدأ بيها، ونقول لك ممكن تبدأ إزاي. في طرق كتيرة هنتكلم عليها، بس في الأول كده لازم تفهم إن مفيش عائد أو مكسب من غير تعب أو مجهود. يعني مفيش مكسب بالساهل، واللي يقول لك غير كده مش مظبوط. واللي هيفرق من طريقة للتانية هي إنك تكون عارف هتبدأ إزاي، وهل أنت هتحتاج رأس مال في الأول ولا لأ. ده غير إن مهاراتك الشخصية وخبرتك هيكون ليها عامل كبير. أول طريقة هنتكلم عليها وهي التجارة الإلكترونية. والجميل هنا إن التجارة دي حاجة موجودة وهتفضل موجودة في أي وقت. الناس هتفضل تبيع وتشتري طول ما هي عايشة. طيب تبدأ إزاي ومحتاج إيه؟ بديهي طبعا إن أول حاجة هي المنتج، أول حاجة اللي أنت هتبيعها. ودي يا اما تكون انت بتصنعها، عندك مصنع او ورشه انت او اي حد من عيلتك، او عندك حرفه وبتعمل منتج يدوي في البيت، كروشيه، اكسسوارات، منتجات خشبيه، او حتى بترسم. او ان يكون عندك محل فعلا وعايز تسوق منتجاته اونلاين. لو انت ما عندكش منتج من الاساس، ساعتها هيكون مطلوب منك تدور على منتج ممكن يمشي كويس. ويا ريت المنتج ده تعرف تعمل له كاستمايزيشن، يعني تكتب عليه اسم بالليزر، تحط عليه لوجو بتاعك او رسمه معينه. وهنا يا اما انت هتنزل تدور بنفسك في اسواق الجمله، او لو انت حددت المنتج دور في الصفحات بتاعته وعلى التجار اللي بيبيعوه على الفيسبوك. واعمل حاجه اسمها ماركت فاليديشن، يعني شوف وسط اصحابك وقرايبك ومعارفك ايه رايهم في المنتج اللي انت اخترته ده. بعدها محتاج مكان تبيع فيه، فيا اما هتعمل متجر الكتروني على منصه زي شوبيفاي مثلا، او هتعمل صفحه على الفيسبوك او انستجرام. كده يبقى فاضل ان الناس تعرفك، يعني محتاج تعمل شويه تسويق، وده بيتم عن طريق الاعلانات المموله. الموضوع مش صعب، ممكن تستثمر في نفسك وتتعلمها، او تجيب حد شاطر يعمل لك كامبين، او ممكن كمان تستعين بانفلونسر يتكلم عن المنتج بتاعك ده. اخر حاجه وهي الباكجينج والتوصيل، وده هتعمله بسهوله عن طريق اي شركه شحن، هي اللي هتغلف وتوصل وتحمل التكلفه على المنتج وتحصلها من العميل. دي الفكره بمنتهى البساطه. لو عجبتك ذاكرها كويس بالتفصيل، واليوتيوب مليان فيديوهات كتير جدا بتشرح الموضوع ده. وخليك عارف انت كده كده هتقابل شويه عقبات ومطبات، ده طبيعي. هتعديها وتتعلم منها لان الخبره مش ببلاش. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي التسويق بالعموله او الافيليت ماركتنج. لو انت ليك تواجد على السوشيال ميديا او قناه على اليوتيوب او مدونه، يعني تقدر توصل لناس كتيره بسهوله، يبقى ممكن يكون التسويق بالعموله ده مناسب جدا ليك. يعني مثلا انت بتقدم محتوى وعندك صفحه بتتكلم فيها عن السفر والسياحه، فممكن تجيب من على امازون او جوميا حاجات تنفع للكامبينج والسفاري وتتكلم عليها وتحطها في بوست عندك بيتكلم على الرحلات في سينا، وساعتها هتاخد عموله من امازون لو حد اشترى. ازاي تقدر تعمل كده؟ في الأول هتحتاج تفهم شوية مصطلحات زي ترافيك، وده حجم الناس اللي أنت قدرت تبعتهم لصفحة المنتج اللي عايز تبيعه، زي ما قلنا كده على أمازون أو جوميا. conversion rate، وهو عدد الناس اللي اشترت المنتج من عدد الناس اللي أنت بعتها على الموقع. يعني مثلا أنت قدرت تعمل ترافيك حوالي 100 شخص، اشترى منهم 50، يبقى هنا الكونفرجن ريت بتاعك 5%. سيلز ترانزاكشن، ودي عدد عمليات البيع اللي تمت بالفعل، ودي اللي هيجيلك عليها عمولة. تراك لينكس، ودي روابط او لينكات المنتجات اللي انت بتعرضها عندك، ودي اللي من خلالها الموقع اللي زي امازون بيقدر يعرف ان العميل اللي زار الموقع او اشترى جاي من عندك او انت اللي بعته. لو انت ما عندكش جمهور او متابعين، يعني مش هتعرف تعمل ترافيك كبير، ممكن تعمل صفحه وتحط عليها رابط المنتج دي في مجال او اتنين بكتير، وتعمل اعلانات مموله، او برضه تديها الانفلونسر يتكلم عليها وتديله فلوس، وهتجيب التكلفه بتاعتهم من العموله لو قدرت تعمل عمليات بيع كتير. انت هنا مش محتاج راس مال كبير زي التجاره الالكترونيه، ولكن محتاج معرفه باساسيات التسويق الالكتروني، وتكون فاهم حاجه اسمها الكاستمر جيرني او رحله العميل من ساعه لما شاف المنتج بتاعك ولحد ما قرر يشتري. لو عجبتك فكره الافيليت ماركتنج، هتلاقي برضه فيديوهات كتيره على اليوتيوب بتشرح الموضوع ده بالتفصيل.
حاجة كمان مهمة وبتعجب ناس كتير لما بتسمع عنها وهي الدروب شيبينج، ان يكون عندك متجر الكتروني. بس الاختلاف هنا ان انت مش محتاج يكون عندك منتج ولا حتى مكان تخزن فيه، ده انت تقدر كمان تختار البلد او السوق اللي انت عايز تبيع فيها. انت هنا بتختار اي منتج يعجبك وتبيعه برضه في اي مكان يعجبك. اول حاجة انت بتنشئ الستور بتاعك على اي منصة، واشهرهم طبعا شوبيفاي، وتعرض عليه منتجات مش بتاعتك. بتجيبها من علي بابا او علي اكسبريس مثلا، وتسوق انت للمنتجات دي وتعمل اعلانات توصلها للعميل اللي انت تستهدفه في اي بلد. العميل لما بيشتري منك انت، وانت بتحول الفلوس دي للمورد اللي عنده المنتج بشكل فعلي، وهو بيشحن ويوصل المنتج للعميل بتاعك باسمك وباللوجو بتاعك كمان. اشهر السبلايرز اللي ممكن تاخد من عندهم منتجات زي ما قلنا هم علي بابا وعلي اكسبريس. ده حتى ان علي بابا عمل موقع اسمه سي جي دروب شيبينج، وعمل ليه مستودعات في امريكا عشان يسهل ويسرع عمليه الشحن. في تقرير صادر عن مجلة فوربس عن أهم مصادر الدخل السلبي أو الباسيف انكم سنة 2023، كان الدروب شوبينج هو رقم واحد فيها. حجم سوق التجارة الإلكترونية سنة 2020 حسب موقع statista.com كان حوالي 3.5 مليار دولار، مع معدل نمو متوقع 4.9 لحد عام 2025. كلام جميل. لو عايز تبدأ تعمل إيه؟ هتحتاج رأس مال منه جزء دولاري، يعني يكون عندك حد ائتمان دولاري في الفيزا بتاعتك. هتبني الستور بتاعك وتختار اسم وتشتري دومين نيم. هتختار منتجات تحطها على المتجر بتاعك، وممكن هنا تستعين بجوجل ترندز او تشوف ايه هي المنتجات البيست سيلر على امازون او علي اكسبريس مثلا، عشان تاخد منها افكار للمنتجات اللي ممكن تعرضها. شغلك هنا هيكون قايم على التسويق الالكتروني، فلازم تذاكر كويس وتفهم الدنيا هتمشي ازاي، عشان في عقبات كتير هتقابلك خاصة هنا في بلادنا العربية. حدد العميل بتاعك والجمهور اللي انت بتستهدفه في اي بلد، واعرف حجم الشريحه دي في السوق قد ايه وقوتهم الشرائيه وايه هي اولويات الصرف بتاعهم. فبقول لك تاني، اتعلم وذاكر كويس قبل ما تبدا عشان ما تخسرش فلوس كتير. وبرضه هقول لك ان اليوتيوب مليان فيديوهات كتيره ممكن تساعدك. مع انتشار ونجاح الدروب شيبينج ظهر حاجه تانية اسمها الدروب سيرفيسنج، نفس الفكره ولكن لبيع الخدمات، ودي هنتكلم عليها كمان شويه. ودلوقتي أهم حاجة هنتكلم عليها وهي الفريلانسنج أو العمل الحر، وده أسهل وأحسن مجال ممكن تبدأ بيه. فحاول هنا بجد تدور على حاجة تقدر تعملها، شوف إيه اللي يناسب قدراتك ومهاراتك أو دراستك، وده طبعا أحسن ما تبدأ من الصفر. في مجالات كتيرة جدا موجودة تحت مظلة العمل الحر، عشان كده بقول لك تاني دور بجد، لأن العمل الحر ده ممكن يوفر لك دخل إضافي، وممكن مع الوقت يكون هو دخلك الأساسي اللي بتعتمد عليه. ليه انا بقول لك حاول تبدا؟ لان العمل الحر ليه مميزات كتيره جدا. اولها واهمها ان انت بتتعلم وبتطور من نفسك وخبرتك بتزيد مع الوقت. طبعا ده غير مميزات العمل الحر اللي كلنا عارفينها، ان مفيش ارتباط بمواعيد ثابته او مكان عمل. انت تقدر تشتغل وقت ما تحب، سواء بالبيجامه من البيت او بالمايون على البحر. انت مدير نفسك، انت عارف ايه اللي تقدر تعمله وياخد منك وقت قد ايه، وتختار الناس اللي تشتغل معاها كمان. وكل ما تشتغل وتتعب اكتر هتكسب فلوس اكتر. بس برضو انت عارف مفيش حاجة بتيجي بالسهل، في تحديات هتواجهك ولازم تكون قدها. محتاج انك تستثمر في نفسك سواء وقت او جهد او فلوس، عشان تتعلم وتنمي المهارة اللي موجودة عندك وتقدر تنافس وتجيب شغل. دخلك من العمل الحر مش ثابت زي الوظيفة، ممكن وقت يكون عندك شغل كتير، وقت تاني مش شغال. ما عندكش اجازات لا سنوي ولا مرضي ولا اي اجازة مدفوعة. احيانا ممكن تواجه مشاكل في دفع مستحقاتك، العملاء مش ملايكة. ولو انت هنا مبسوط ان مفيش مواعيد دوام، عايز اقول لك ان انت ساعات ممكن ما تلاقيش وقت لنفسك او عيلتك لو عندك شغل كتير. المهم، عجبك الكلام؟ تعال نشوف نبدا ازاي. اقعد مع نفسك كده بعد ما تسمع الكلام اللي انا هقوله وشوف انت شاطر في ايه. مش لازم تكون محترف، المهم تبقى عارف انت عايز تعمل ايه ومستعد تبذل فيه وقت وجهد عشان تتعلمه. في مجالات في العمل الحر بتعتمد على مهارة موجودة عندك او شغفك وحبك لحاجة معينة، مثلا زي التصوير. لو انت من الناس اللي بتحب التصوير وتقدر تظهر فنك وابداعك من خلال الكاميرا، فانت هنا ممكن تنمي مهاراتك وتتعلم اكتر عن فن التصوير، وازاي تقدر توفر اضاءة مناسبة، وازاي تاخد لقطات احترافية باقل امكانيات، وتتعلم برامج تعديل ومعالجة الصور زي فوتوشوب كده. كل المطلوب منك انك تعمل سيرش على اليوتيوب على جايد تو فوتوغرافي، وهتلاقي فيديوهات كتير جدا هتتعلم منها حاجات كويسة. في مواقع خاصة بعرض الصور وبيعها زي شاتر ستوك وايمج كايند وفوتوليا وغيرهم كتير. التعليق الصوتي او الفويس اوفر،
لو عندك موهبة التعليق الصوتي أو شايف إن عندك صوت إبداعي، فأنت ممكن تنمي موهبتك وتتعلم إزاي تحترف التعليق الصوتي، وساعتها تقدر تشتغل وتتحاسب بالدقيقة ويمكن بالكلمة كمان. هتحتاج ميكروفون كويس وشوية تجهيزات بسيطة وتتعلم شوية فنيات كده في هندسة الصوت. وما تقلقش، دي حاجات بسيطة هتتعلمها ببلاش من على اليوتيوب على برامج زي اوداسيتي أو أدوبي أوديشن. هتلاقي وظائف مطلوبة للتعليق الصوتي على كل منصات العمل الحر تقريبا. ده غير إن في منصات خاصة بخدمات التعليق الصوتي في العالم العربي، ومن أشهرها ساونديل. لو عندك مهارة الكتابة أو التأليف، فأنا عايز أقول لك إن في طلب على أصحاب مهارة الكتابة، سواء كانت كتابة المدونات أو صياغة الجمل الدعائية للإعلانات أو كتابة سكريبت الفيديوهات أو حتى كتابة المقالات والتأليف والإبداع، وكمان التدقيق اللغوي. وفي وظيفة اسمها جوست رايتر، وهي الكتابة للغير. هتلاقي كل الحاجات دي مطلوبة على مواقع العمل الحر، وفي برضه مواقع خاصة بالكتابة زي اللي هتظهر قدامك دي، وفي كمان مواقع عربية. لو انت بقى عندك لغة كويسة جنب القدرة على الصياغة والكتابة، فانصحك جدا تتجه للترجمة. ولو انت مهندس او صيدلي او طبيب، فانت كمان تقدر تترجم في مجال تخصصك، سواء كان ترجمة طبية او تقنية او قانونية، وساعتها هيكون العائد اكبر. المترجمين مطلوبين على كل منصات العمل الحر. التصميم والجرافيك، دي الحتة بتاعت المبدعين. تصميم الصور والبوستات والإعلانات، الفيديوهات، الأنيميشن والتحريك، تصميم اللوجوهات، أو إنك تعمل براند ايدنتيتي لمنتج، أو تصمم واجهة استخدام البرنامج. هتحتاج هنا تتعلم شوية برامج زي الفوتوشوب والإلستريتور والأفتر إفكتس. ده غير إن الذكاء الصناعي بيساعد كتير في المجال ده. طيب لو أنت ما عندكش مهارة من اللي إحنا قلناهم دول، ولا عندك شغف ليهم، وعايز تتعلم حاجة جديدة، لو بتحب التكنولوجيا، فايه رأيك تتعلم برمجة؟ هتلاقي مجالات كتير هتتعلمها وتشتغل فيها، زي تطوير مواقع الويب أو الألعاب أو حتى تطبيقات الموبايل. الطلب على المبرمجين كتير على كل مواقع العمل الحر، وبتعتبر من أكتر المجالات اللي بتحقق ربح. هي والديجيتال ماركتينج من أشهر لغات البرمجة كمان اللي ممكن تتعلمها هي البايثون، واللي برضه تطور أدوات الذكاء الصناعي سهلت الموضوع كتير. التسويق الإلكتروني، واللي ممكن تكون شاطر فيه خلال 6 شهور من التعليم والتطبيق. والميزة هنا إن في مجالات كتيرة تحت مظلة التسويق الإلكتروني، ممكن تتخصص في مجال منهم وتحترفه وتشتغل بيه، زي الكونتنت كريتور أو صانع المحتوى، اللي بيكتب محتوى تسويقي جذاب والرسائل التسويقية للحملات الدعائية. الميديا باير، وده اللي بيعمل الإعلانات الممولة والحملات الدعائية على السوشيال ميديا أو على جوجل. SEO أو ال Search Engine Optimization، وده اللي بيشتغل على تحسين نتائج محركات البحث عشان يخليك تظهر في أول نتائج لما تعمل بحث. الإيميل ماركتينج، وده اللي بيعمل الحملات الدعائية والإعلانات على البريد الإلكتروني، وده دلوقتي بقى من الحاجات اللي شركات كتيرة جدا بتعتمد عليها. من المجالات اللي ممكن تشتغلها كفريلانسر حاجة اسمها الفيرتشوال اسيستنت. حد عايز مساعد أو سكرتير ومش قادر يوظف حد أوفلاين، فبيستعين بفريلانسر يشتغل معاه، يدخل بيانات، يظبط مواعيده، يعمل له برزنتيشن وهكذا يعني. في مجال كمان حلو قوي وشغال كويس، وهو تحليل البيانات. بتحتاج هنا يكون عندك معرفة بالسيل والداتابيز ومبادئ الإحصاء وأدوات تحليل البيانات زي باور بي آي أو تابلو، والحاجات دي تقدر تتعلمها ببلاش على اليوتيوب. لو عايز اساعدك قول لي في الكومنتس وهديلك مصادر مجانيه ممكن تتعلم منها. مش كل مجالات العمل الحر بيكون فيها الشغل من البيت بس، في حاجات هتحتاج تنزل عشان تعمل الشغل ده وتنفذه، زي الايفنت مانجر او منظم الفعاليات، وخدمات التوصيل ده اللي بيشتغل على اوبر او مرسول مثلا. في الاخر كده قبل ما اسيب العمل الحر هقولك على شويه نصايح لو عايز تشتغل فريلانسر. هتحتاج دايما تتعلم وتطور من نفسك، ولو حسيت انك تقدر تبدا مش لازم تستنى لما تبقى محترف عشان تبدا. ابدا وهتتعلم اكتر واكتر وانت شغال. ابدا على مواقع صغيره في الاول، وما تخليش اللغه تكون عائق قدامك. هتلاقي مواقع بالعربي زي خمسات ومستقل والحريفه. ما تشغلش بالك في الاول هتاخد فلوسك ازاي، اعمل الفلوس الاول وساعتها هتعرف تاخدها. في العمل الحر انت بتعتمد على نفسك وبتطور نفسك بنفسك وبتتعلم كل اللي انت محتاجه وتواجه العقبات والمشاكل لوحدك. وهيبقى يوتيوب وجوجل من اقرب اصحابك. قدم على شغل كتير وما تزهقش. ما تقولش ان انت كبرت، لا، السن ده مجرد رقم، انت بتعجز لما تقنع نفسك بكده.
وما تقولش ما عنديش وقت، دي حجة على فكرة. شوف كده انت بتقضي وقت قد ايه على الموبايل والسوشيال ميديا او الفيسبوك وهتعرف ان عندك وقت. هتحتاج تعمل لنفسك بورتفوليو او سابقة اعمال، ممكن نتعلم ازاي نعملها لو انت مبتدئ في مرة تانية عشان وقت الفيديو. خلصنا العمل الحر، نرجع تاني نكمل كلامنا عن باقي المجالات اللي بتجيب فلوس. قلت لك في حاجة شبه الدروب شيبنج اسمها دروب سيرفيسنج، دي اسهل من الدروب شيبنج كمان ومش عايزة راس مال كبير زيه، شبيهة جدا بالعمل الحر، بس هنا بدل ما بتقدم نفسك كفرد بتقدم نفسك ككيان، وده بيديلك شوية برستيج وانت بتتكلم مع العميل ويديله انطباع عن الاحتراف في التعامل. وانت في الدروب سيرفيسنج مش لازم تأدي الخدمة بنفسك، ممكن تجيب فريلانسر يعملها وتاخد انت عمولتك. صناعة المحتوى، زي انك تقدم محتوى على يوتيوب او تيك توك، سواء كان تعليمي او ترفيهي، حاجة ليها علاقة بمجال تخصصك او شغفك، تعليم رسم، موسيقى، علوم، استشارات قانونية، تعليم لغة، تكنولوجيا، محتوى للأطفال أو حتى طبخ. ويا ريت طبعا لو حاجة حد يستفيد منها وتساعد الناس، هتاخد ثواب ويمكن حد يدعيلك، وعشان يوم القيامة ما تتسألش عن اللي انت قدمته ده. ويا ريت يكون عندك خبرة في اللي بتقدمه عشان تقدم معلومة صحيحة وكاملة. هتلاقي فيديوهات كتيرة على اليوتيوب بتشرح ازاي تبدأ تصنع محتوى وتقدمه. هتحتاج شوية حاجات زي كاميرا، ميكروفون، إضاءة، مكان مناسب، وهتحتاج تتعلم أو تتعاون مع حد يساعدك في مونتاج الفيديو وضبط الصوت. لو عندك محتوى كويس ابدأ وهتكبر مع الوقت. فكر إيه اللي هيخليك مميز ويخلي الناس تتابعك، وإيه المنصات اللي أنت عايز تظهر عليها. عايز أقولك بس إن العائد المادي من صناعة المحتوى في الغالب بيجي بعد وقت كتير شوية أو شويتين تلاتة يعني، ومش بيكون كبير في البداية، فمحتاج منك صبر ومثابرة. المنتجات الرقمية أو الديجيتال برودكت فكرة حلوة وسهلة ومش محتاجة راس مال. انت هنا بتبيع منتج رقمي، يعني ايه؟ يعني منتج مش ملموس، يعني لا شحن بقى ولا تخزين. تبيع كورس، بودكاست، فيديو، كتاب رقمي، ملف بتقدم فيه حاجة حد محتاجها. غالبا المنتج اللي انت بتقدمه بسعر قليل، وبتعتمد في الربح على حجم البيع. مثلا هتعمل فايل او ملف فيه 50 وجبة صحية لخسارة الوزن وطرق تحضيرها، او دليل اسبوعي لتمارين الجيم، او 20 تمبلت او نموذج لكتابه البروبوزلز وتقدمه للفريلانسرز المبتدئين، وهكذا. وعلى فكره انت ممكن تعمل الحاجات دي بمنتهى السهوله عن طريق شات جي بي تي. سوق الاسهم، وانت هنا بيكون معاك فلوس كتيره وعايز تخليها اكتر، لان انت مثلا لو معاك 50,000 جنيه فدول تقريبا حوالي $1000، يعني لو جيت تستثمر مثلا في جوجل او ابل فيدوب تجيب سهمين بالعافيه. اما لو انت واحد بتدخل مبلغ كل شهر وعايز تستثمرهم من زمن، برضه مفيش مشكله. المهم في الحالتين ان يكون عندك خلفيه عن سوق الاسهم ومذاكر كويس عشان تعرف تختار الشركات اللي تستثمر فيها وتستفيد من نمو الاسهم بتاعتها. وغالبا الاستثمار في سوق الاسهم بيكون على المدى الطويل. تأجير العقار، عندك شقه في مكان كويس ومش بتستخدمها، انت تقدر تأجرها بالدولار لو عايز. انت ممكن حتى تأجر اوضه في بيتك، كل اللي محتاجه انك تجهزها وتفرشها كويس، ولا الحاجه لسه مصرف. الميزه هنا انك ممكن تاجرها باليوم، وزي ما قلت لك هتاجرها بالدولار. كل المطلوب منك انك تسجل الشقه بتاعتك على موقع زي اير بي ان بي وتحط صورها وكل تفاصيلها والسعر اللي انت عايز تاجر بيه، وبس كده. طالما اتكلمنا عن الشقق والعقارات، فاخر حاجه هنتكلم عليها وهي السفير العقاري. السوق العقاري سوق كبير وفي حجم استثمارات ضخم والعمولات فيه بتكون كبيره. وسوق العقارات بيكون موجود فيه المشتري، المستثمر، الوسيط أو السمسار، والمطور العقاري اللي بيبني، والبياعين أو السيلز ايجنت، والسفير العقاري. مين بقى السفير العقاري وإزاي بيكسب فلوس؟ ممكن يكون مدير أو مسؤول في شركة وعنده علاقات وقاعدة عملاء كبيرة. ممكن يكون انفلونسر وهو بيتكلم عن سوق العقارات. شخص مؤثر بشكل ما في نادي مثلا أو جيم أو كومباوند. المهم إن الشخص ده يكون مؤثر وعنده قاعدة أو شبكة من العلاقات، ومرتبط بشكل ما بسوق العقارات وفاهم السوق ماشي إزاي. العمولة في مصر تقريبا بتكون من 75% ل 1.2 من ثمن الوحدة، وبالنسبة لسعر العقارات فده رقم مش قليل. يبقى لو أنت عايز تبقى سفير عقاري لازم يكون عندك قاعدة كبيرة من العملاء، وتفهم سوق العقارات وتذاكره كويس. مين أشهر المطورين العقاريين، وإيه الأماكن اللي عليها الطلب، والأماكن اللي ليها مستقبل كويس، ومتوسط سعر المتر في كل مكان، وتشوف الشريحة اللي تقدر توصل لها. ودايما تخليك أبديتد بالطرح الجديد للمطورين.
هتعمل ايه؟ هتقعد مع السيلز ايجنتس او الكوميرشال تيم في الشركات العقاريه وتتفاوض معاهم. هو عايز يبيع وانت صاحب العلاقات اللي هيساعده. افهم واسمع منه كويس وشوف هتقدر تساعده ازاي. كل الكلام اللي قلناه ده كلام نظري، محتاج بقى انت تدور وتتعلم في المجال اللي عجبك وتكون مستعد تبذل وقت ومجهود يمكن فلوس. اهم حاجة الصبر، انت بتقضي سنين في الكلية عشان تتعلم فما تستعجلش. انت كل ما تعبت واشتغلت على نفسك كل ما العائد المادي كان اكبر ان شاء الله. كل اللي مطلوب منك ان انت تسعى، وصدقني مفيش مجهود بيضيع. في النهاية أنا بطلب منك وده على غير العادة إنك تشارك الفيديو عشان أكبر عدد من الناس يمكن يستفيد. ونتقابل قريب إن شاء الله.